تخيل تكون نايم لمدة 15 سنة كاملة، والدكاترة شايفين إنك خلاص جسمك موجود بس عقلك مش موجود، وأهلك بيزوروك بيكلموك، يمكن بيعيطوا جنبك، بس أنت ولا حس ولا حركة. لكن في قصة مارتن من جنوب أفريقيا اللي حصل حاجة تانية خالص، مرعبة حرفيا. سنة 1988 مارتن كان طفل عادي عمره 12 سنة، بيجري بيلعب بيضحك، وفجأة بدأ يحس بتعب غريب، فقدان طاقة، ألم في جسمه، فقد وعيه. بعد تحاليل وإشاعات قالوا إنه عنده التهاب في الدماغ، وبعد أيام دخل في غيبوبة كاملة. لكن اللي محدش كان يعرفه إن مارتن صاحي بنسبة 100%، وواعي بكل اللي بيحصل حواليه، بس جسمه كله متشل، لا قادر يتكلم ولا يتحرك، سجين جوه نفسه. تخيل كده تسمع أمك وهي بتقول جنبك يا ريت تموت وخلاص أحسن من العذاب ده، وهو سامع قلبه بيتكسر بس مش قادر يقول لها أنا سامعك يا أمي، أنا لسه هنا. مارتن فضل كده سنين لحد ما بدأ يتحرك بعينه شوية، وممرضة لاحظت إنه بيتابعها بعينه لما تتكلم. بدأت تحاول تتواصل معاه، واكتشفوا إنه واعي بنسبة 100%، وبدأوا يستخدموا جهاز يترجم حركة عينه لحروف وكلمات. أول سؤال سألوه هل كنت واعي؟ قال كنت سامع وشايف كل حاجة، وكنت عايز أصرخ بس ما كنتش قادر. وعارف إزاي قاعد يهرب من الجنون؟ كان بيتخيل نفسه شخصية كرتون، وكان بيعيد أفلام كاملة في دماغه علشان ما يتجننش. النهاردة مارتن اتجوز وكتب كتاب اسمه جوست بوي، الولد الشبح، وبيحكي فيه عن كل لحظة عاشها وهو محبوس جوه نفسه، والناس فاكرينه ميت كلينيكيا. وبيختم كلامه بجملة أسوأ سجن ممكن تدخله هو سجن جسمك، لما يكون عقلك صاحي وروحك مش قادرة تصرخ. القصة دي مش بس غريبة، دي بتحطك قدام سؤال مرعب: كم واحد من اللي احنا فاكرينهم نايمين هما في الحقيقة بيصرخوا جوانا؟ وبس كده يا عزيزي المشاهد، استنى الحلقة الجاية، ما تنساش اللايك والشير، وخلي الناس تعرف ان الواقع احيانا ابشع من الرعب.